ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا حلقه الماندي نايت رو. النهارده الصراحه الحلقه كانت كويسه جدا 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 صراحه، بسبب حوارات كودي رودز وسامي زين وتوقيع عقد بروك ليسنر وبابي لاشلي، ولسه خناقه جادجمنت دي وايدج لسه مكمله. انت عايز تعرف كل التفاصيل دي؟ انت بس تابعني على الفيس وعلى التويتر وعلى التيك توك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت مش مشترك، وفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتي اول باول. ويلا بينا يا برو نبدا في تحليل عرض مان دي نايت رو. Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. I am the visionary. I am a revolutionary. 3, 2, 1. Acknowledge me. يا جماعة بدأنا العرض بمباراة ستريت بروفيتس وجادجمنت داي. بص الماتش كان حلو بصراحة، حلو يعني، لكن في النهاية اللي انتهى بفوز الجادجمنت داي. لكن الجادجمنت داي ما وقفوش بس عن الفوز، لا، مسكوا مونتس فورد وانجري داوكنز، ضربوهم فشخوهم لغاية ما يأتي الإنقاذ من الريتد ستار ايدج وبيث فينيكس. جوم طبعا دمروا الدنيا ما عدا بيث فينيكس. مسكت البت اللي اسمها دومينيك الله يحرقها بجاز، جيت تعملها الفينيش، أتى الإنقاذ من مامي ريبلي، انقذت البت دومينيك من ايد بيث فينيكس، وانتهى السيجمنت على كده. والفقره صراحه كانت حلوه، وريا ريبلي كده رجعت خلاص. واضح ان هنشوف ماتش في الانيشال شامبر كويس ان شاء الله. المهم يا جماعة جينا بعدها لبروك ليسنر وبوبي لاشلي عشان يوقعوا العقد مباراته في الإليمينيشن تشامبر. آدم بيرس قال أنا دلوقتي معاه توقيع بروك ليسنر ومحتاج توقيع بوبي لاشلي، فبوبي لاشلي اخرج. بروك ليسنر قال له إيه؟ استنى بس دي أنت. قال آدم أنا دلوقتي وقعت العقد ده صح كده، فأنا دلوقتي محتاج بس توقيع بوبي لاشلي، فبوبي لاشلي اخرج بدل ما أزعلك. المهم ان شويه كده اشتغل اغنيه بوبي لاشلي، لانها مدخل سكيورتي ومدخل ترابيزه ومدخل كرسي، اللي هو واحد اترزع 60,000 F5 في حياته من بروك ليسنر، فتتوقع منه ايه غير كده. المهم ان بوبي لاشلي دخل، ادم بيقول له طب يلا بقى يا عم بوبي تعالى مش عارف ايه. بوبي لاشلي بيقول له واو استنى بس انت كده دقيقه، ده مش عرض بروك ليسنر، ده مش اللي بروك ليسنر عاوز، ولو بروك ليسنر ياخد ده لا، احنا النهارده هنمشي الحوار ده بشروطي. وبعد ما نوقع العقد ده، بص يا بروك انا دمرتك 3 مرات، مره ثبتك، مره سبتك فقد الوعي، ومره اقصيتك في ماتش الرامبل، فالمره ده نمشي الحوار ده بشروطي. فبروك لسه بيقول له ما تيجي بقى اوقع العقد ده، مش ناقصه رخامه يلا. فبوبي لاشلي قال له انا بصيت في العقد ده، وخليت مديري يبص في العقد ده، خليت وكيل اعمالي يبص في العقد ده، حتى خليت عيالي يبص في العقد ده. فادم بيرس بيقول له طب تعالى بقى وقعه بقى. بوبي لاشلي بيقول له والله انا لسه مش متاكد هوقع فيه ولا لا، ده انت محتاج تتضرب ب60 جزمه على راسك، ما توقع العقد بقى، ده انت بارد يا جدع ايه ده. المهم ان بروك لسه قال له وقع العقد ده، فجوميل قال بوبي لاشلي جبان، فبروك ليسنر ضحك، حتى بوبي لاشلي ضحك. فبوبي لاشلي قال له مش عارف ممكن ما وقعوش. فبروك ليسنر عارف انت اتقرف خلاص، قال له بعد اذنك يا عم بوبي لاشلي تعالى وقع العقد ده بدل ما انزل ازعلك. فبوبي لاشلي قال له انت مش هتعرف تعمل معايا حاجه. فبروك ليسنر نتش العقد من ادم بيرس، وبسم الله الرحمن الرحيم نزل بقى، ركن العقد على جنب، ضرب السكيورتي كلهم، جه عند بوبي لاشلي اتضرب من بوبي لاشلي. بوبي لاشلي رزعه سبير، عشان في النهايه بوبي لاشلي وقع العقد ويسيب بروك ليسنر ايه مرمي على الارض. ليه انتوا عملتوا الحوار ده اصلا؟ ما كنت توقع العقد وتنجز. مش فاهم ايه فائده الحوار ده بصراحه والله. المهم يا جماعة جينا بعدها لبارون كوربن، لسه هنبدأ مع الحوار. مذيع قال بعد إذنك يا عم بارون هنقطع معاك دلوقتي البث عشان في حاجة مهمة بتحصل في الحلبة. جينا نروح الحلبة، لقينا مين الحاجة المهمة؟ لقيناه سامي زين. سامي زين اتكلم. ايه أنا دلوقتي عندي رسالة، مش قاعد العرض، أنا عندي بس رسالة عايز أوصلها لشخص معين بعينه، وأعتقد ما عنديش وقت ولا يكون عندي فرصة أحسن من دلوقتي، لأن أعتقد الفرصة دي مش هتجيلي في الإليمينيشن تشامبر. فيا كودي رودز أنا عارف إنك ورا اللي هو جوه يعني في الباك ستيج، عايزك تخرج دلوقتي عشان اقول لك الرساله دي. دخلوا كودي روز. كودي روز قال له اوكي عاوز ترجع في ايه يا عم سامي؟ سامي زين قال له بص يا عم كودي روز، انت دلوقتي اتكلمت مع بول هيمن الاسبوع اللي فات، وانا سمعت الحوار وكله سمع الحوار وكلنا اتحمسنا، في حاجات كتير انت بول هيمن اتناقشتوا فيها. دلوقتي في شيء واحد انت قلته، واعتقد مش عارف انت قصدك ولا لا، لكن انت قلت ان ممكن تلعبني في راس المنيا. ودلوقتي هل انت مؤمن فعلا ان انا اقدر اكسب رومان رينز في الالميشن شامبر دي كانت قصدك تقولها بجد ولا اهانه؟ فكودي
رودز قال له والله يا عم سامي، انا لما قلت ان انت تقدر تتصدر قصادي في الراس المنيا فانا قصدي كده. لما قلت ان انت تقدر تكسب رومان رينز في الانيميشن شامبر وتبقى الدبليو دبليو اندسبيوتد تشامبيون فانا قصدي كده. لكن السؤال هو هل انت مؤمن بكده؟ هل انت مؤمن سامي زين يقدر يكسب رومان رينز في الانيميشن شامبر وياخد اللقب ده؟ فسامي زين فضل شويه كده. فطبعا الجماهير هنا جماهير يس 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 بجد انا متفق مع الجماهير، سامي زين يقدر والله. يا اخي الحماس مليون على الانيميشن شامبر والله. المهم سامي زين قال له انت بتسالني هل انا اقدر اغلب رومان رينز في الانيميشن شامبر؟ انا ما اعرفش. هل تسال سامي زين اللي هو انا هل اقدر اخد اللقب الاندسبيوتد تشامبيون؟ انا ما اعرفش. لكن لو بتسالني بجد يعني وهل اقدر اكسب رومان رينز في الانيميشن شامبر فايوه انا اقدر اعمل كده. هل بتسالني هل اقدر ابقى البطل الجديد لاندسبيوتد دبليو دبليو اي تشامبيون فايوه انا اقدر. لكن انا ما اعرفش. بص يا جماعه والله العظيم اقسم بالله في تناقض غريب في الكلام. راح قال بعديها وهل انا اقدر اخرج من مونتريال بطل اللقب ده؟ فانا ما اعرفش مش متاكد. انت ما شفتش اللي انا شفته. رومان رينز كان دايما بيخطط لكل حاجه. انا كنت جنبه كتف الكتف جنبه ل9 شهور كاملين بيخطط لخطط للماتشات واي ماتش بيلعبه. دايما هو البلاد لاين بيلاقوا اي حاجه يكسبوا بيها باي طريقه ممكنه. وانت اعتقد شفت اللي حصل. اي طريقه ممكن يكسبوا بيها، اي طريقه مش مهم هي عامله ازاي بس اهم حاجه ايه يكسبوا. وانت كمان ما شفتش رومان رينز في الجاد مود بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى جبار يا جدع. بص صعب تغلبه. في ناس كتير انا شفتهم اضخم مني واقوى مني وقالوا ان هم سهل جدا يكسبوا رومان رينز، ورومان رينز ده هنغلبه عادي جدا وناخد منه الالقاب. لكن رومان رينز لا، رومان رينز غلبهم عادي وده بسبب الجاد مود بتاعه لان هو قوي جدا يقدر يغلب اي حد. فانت بتسالني ان بعد اكتر من 900 يوم رومان رينز بطل الالقاب دي وفي النهايه سامي زين هو اللي ياخد الالقاب دي؟ انا ما اعرفش. فكودي رودز اصلا لو انت لاحظت على وشه هتلاقي اللي هو مش فاهم هو سامي زين عاوز يقول ايه. المهم كودي رودز قال له ببساطه كده يعني، قال له بص يا عم سامي انت ما بتعرفش. اذا كان الجماهير دي عارفه فطبعا الجماهير بتقول يس يو كان دو ات، يعني انت تقدر تعمل كده. المهم كودي رودز قال له يعني الجماهير دي عارفه، الناس اللي في مونتريال عارفه، هيشوف النجم بتاعهم وهو بيلاعب رومان رينز على اللقب مؤمنين ان هو يقدر يكسب اللقب ده. كل الناس دي مؤمنه ان انت تكسب اللقب ده. ممكن انت في النهايه بتقول لي انك مش قادر. عايز على حاجه معلش يعني انت ما تعرفش ان البلاد لاين دلوقتي في حاله بوظان بسببك انت؟ يعني الاساليب اللي انت كنت بتقول عليها ممكن يكسبوا باي طريقه. انت ما تعرفش ان دلوقتي بقت صعبه بسبب ان انت ربطت البلاد لاين. انت عملت شكاك في البلاد لاين. انت دلوقتي خليت رومان رينز ما بقاش نوعا ما ليه حمايه وبقى رايح اول الميشن شامبر لوحده. هل انت ما تعرفش ان انت ممكن تكسب رومان رينز عادي جدا؟ بيقول لي رومان رينز في الجاد مود ايه يعني حلو على التيشيرت والله عليه، لكن هو في النهايه انسان يا عم سامي، انسان راجل عادي زيك وزيه وزي اي حد في الدنيا. لكن انت روح حقق البطوله دي واغلب رومان رينز عشان نكشف حقيقته لينا كلنا. وانت لازم تعرف ان انا كسبت الرويال رامبل 2023 واخدت التذكره لراس المنيا. وانا سمعتها لمايكل كول في التعليق لما قال انهي قصتك انهي قصتك يا عم كودي. وانا بقول لك اهو انا اروح انهي قصتي وانت يا عم سامي انهي قصتك. سامي طبعا بيهز راسه والدنيا تمام. المهم بني في النهايه كودي رودز قال له بعد اذنك يا صديقي اتمنى ما اشوفش وشك في الماندي نايت رو، لان انا صراحه اتمنى اشوفك في الراس المنيا 39. بص انا يعني هرجع معاك هنا، يعني الراجل كله بقى هنا اصلا. دلوقتي الحوار ده كان بين محبوب الاول للجماهير في الرو ومحبوب الاول للجماهير في السماك داون، اتجمعوا ضد بعض النهارده. كل الجماهير انا تيقنت دلوقتي ان لازم الدبليو دبليو اي تدي واحد منهم الالقاب، واعتقد يعني كلنا هنوافق سامي زين. لازم سامي زين صراحه، ويا ريت كل لقب لوحده يعني لكل واحد فيهم. لكن نطلع بقى ايه من الحوار ده، ركز مع اول حاجه. الجماهير مؤيده لسامي زين اكتر من كودي رودز، واعتقد كله شاف كده في العرض زي مثلا يس يو كان دو ات ولا يس يس يس. ايه يا جماعه كله عاوز يشوف سامي زين بطل الالقاب. دي حاجه. تاني حاجه كله عايز يشوف نهايه رومان رينز تكون على ايد سامي زين مش على ايد كودي رودز. هو الناس عاوزه كودي رودز لكن الاغلبيه عاوزين سامي زين هو اللي ينهي فتره رومان رينز بسبب قصه البلاد لاين طبعا. تالت حاجه وده اعتقد اللي هي خلاص هي دي اللي فعلا هتحصل، سامي زين رسميا في الراس المنيا. ده شيء اكيد بنسبه 90% هيحصل. سامي زين هو في راس المنيا 39 لانه كودي رودز اللي لمح له في راس المنيا. وبولي هيمن يقول له الاسبوع اللي فات ده انت صعب تروح راس المنيا. لا عادي سامي زين يروح راس المنيا. وعايز اقول حاجه كمان، الحوار ده نيجي الحق اداني امل ان سامي زين ممكن يكسب رومان رينز. يعني بجد والله انا نفسي سامي زين يكسب رومان رينز.
مش متفق في حته ان سامي زين ممكن ياخد الالقاب، لكن عارف انت تمنيات نفسي تحصل. بس ده كان الحوار صراحه كان جميل جدا بين الاتنين. وزي ما قلت رومان رينز خلاص يعني هنشوف ننهي الالقاب ان شاء الله. وصح اخر حاجه احتمال نلاقي ماتش تريبل ثريت له ماتش 3 ضد بعض في راس 39 بين رومان رينز كودي رودز وسامي زين. يعني بص هو المفترض يعني ده الاخير لازم يعني تحصل، سامي زين ضد رومان رينز في الراس المانيا دي اللي لازم تحصل. سامي زين في ليله وكودي رودز في ليله. بس اتمنى ان في النهايه سامي زين ياخد الالقاب من رومان رينز في اليميشن تشامبر في الراس المانيا. المهم ياخد لقب من الالقاب عشان نفسي والله العظيم نفسي، واعتقد معظم الناس عاوزه كده. المهم يا جماعه نخش في الشيء اللي بعده. المهم يا جماعه جينا بعدها لحوار مع الالفا اكاديمي. تشات جيبل بيرجع مع اوتس بيقول له فاكر يا اسطى ايام زمان ياه كنا محتلين عرض ماندي نايت رو وكنا ابطال الفرق وبص وكنا جامدين. اوتس اصلا مش معاه هنا. فتشات جيبل بيقول انت معايا، فاوتس بيقول له بص يا اسطى افضل هوت دوج وممكن تاكلها في التاريخ بجد يعني. فتشات جيبل خد منه الهوت دوج ده جيرمي المستردة جت في النضاره بتاعت منصور. المهم ان البت اللي هي ماكس دوبري بتقول لاوتيس انا ماكس دوبري اللي هي المديره بتاعت المؤهل في ماكس ميل مودلز حلو. فبتقول له انا عاوزه واحد قوي وشخصيه وعظمه يكون واجهه للشركه بتاعتنا. فتشات جيبل لها على فكره انا راجل مناسب، انا زمان كنت بعمل عرض ازياء وعندي شويه ازياء قديمه جامده جدا وناس بتعتبرني قدوه في الحاجه دي. فالبت بتقول له انا ما كنتش بكلمك انت، انا ما كنت بكلم اوتيس. طبعا اوتيس سمع كلمه اوتيس دي بيعمل لك باب وحاجبه كده. الثقه دي يا صديقي مش فاهم انا يعني، لا بجد مش فاهم انت مين علشان تعمل حركات زي كده. بس هو شخصيته كده فمش هنتكلم. المهم ان البت دي تتلو الكارت قالت لي احنا مستني منك ايه اتصال وبس مشيت. واضح ان انت تيجي تقول لي يا اسطى هو انت ايه ده حطيت الحوار ده ليه اصلا، مش فاهمك انا يعني. هاجي اقول لك الحوار ده حطيته عشان هو ممكن نقول عليه تفكك الالفا اكاديمي. نيجي للحق يعني. اوتس بقى يروح معاهم، تشات جيبل واوتس يروحوا معاهم لان تشات جيبل المعلومه اعجب بالحوار ده. فاحنا احتمال نلاقي الفا اكاديمي مع ماكسيمم ميل مودلز او اوتس بس اللي معاهم. مش عارف صراحه، لكن اوتس ده ربع ثقته بس ودخلني اي امتحان هجيب فيه امتياز على النعمه. المهم يا جماعة جانا بعدها لزامز والعرض بتاعه وقال ويلكم تو ميس تي في ورحب بالجيست بتاعه ذا فيجنري ذا ريفوليوشنري سيث فريكن رولينز. بعدها زامز اتكلم وقال سؤال يا اسطى وسؤال معظم الجماهير ده ايه اللي انت لابسه ده؟ وده حقيقة هو اللي لابسه في رجله ده، دي جزم ماريو. ايه اللي لابسه ده يا عم سيس مش فاهم انا ايه ده بجد يعني غريب، لبسه غريب صراحة، بقاله كتير بيلبس لبس غريب صراحة. المهم زامز قال له ايه اللي انت لابسه في رجلك ده؟ فسيس رولينز بيقول له ده موضة يا عم زامز انت مش فاهم اي حاجه في الموضه. فزامز قال له يا ريت بس تلبس كاف الاميشن تشامبر. فبمناسبه الاميشن تشامبر انا اعتقد ان تركيزك انقسم للولايات المتحده ولوجان بول. فزيس بيقول له لا ما تكسرش على حاجه، ده واحد تافه مش فارق معاه اي حاجه وانا تركيزي كله في الحزام الولايات. فزامز بيقول له يا اسطى طب ما انا معلش يعني مش فاهم، انت اتكلمت عن لوجان بول في التويتر في الانستجرام وفي حتى في البرنامج بتاع باتمان كيف ما اتكلمتش عليه هنا في الاتحاد الدبليو ما اتكلمتش فيه عن لوجان بول اللي هو اصلا لاعب فيه، فدي مش عايز تتكلم عليه وانت عارف ومتاكد تماما ان لوجان بول ده زعلك في الرويال رامبل. فسيس رولينز بيقول له انا زي ما والدتي قالت لي لو انت ما عندكش كلام حلو ما تقولوش. فزاميز بيقول انا متاكد ان امك دي محبطه جدا بسبب ان تم اقصائك في الرويال رامبل عن ايد لوجان بول. فطبعا فضل يرجي راجل ملوش لازمه لغايه ما سيس رولينز قال له انا مش ليه بتكلمش على لوجان بول عشان بسبب راس المنيا دي كان حلم ليه، والحلم ان انا اتصدرها بقالي كتير بحلم بالشيء ده ودايما بجهزها كل سنه. حلم الجميع، حلمك انت وحلم انا وحلم الجمهور ده ان احنا نتصدر راس المنيا. وانت عارف ان لوجان بول ده مش فارقه معاه بجنيه انت تصدر راس المنيا ولا لا، فما تجيش تقول لي ليه بتتكلمش عنه. فزاميز بيقول له اعتقد انك غيور شويه بالنسبه لوجان بول. فالسيس بيقول له لا انا مش غيور. فزاميز بيقول له لا انت غيور وانت عارف ان حلمك بتاع راس المنيا ده انا حققته وانت لا. عارف انت استفز درجة سيس رولينز ضربه فضل يضرب فيه يعني. بص سيس رولينز لسه عمل ذا ستامب الفينش بتاعه اوستن ثيري مسكه وقعه ضرب فيه لغايه ما سيس رولينز برضه ضربه وقعه، جري بقى على زاميز عمل ذا ستامب راح اوستن ثيري طلع له فنشه وانتهت الفقره على كده. بص بقى ملخص الفقره دي بتوضح لنا شيء واحد بس، انه خلاص رسمي كده بنسبه 90% بنسبه كبيره يعني لوكان بول ضد سيس فريكن رولينز في راس المنيا 39. وكده ماتشات راس المنيا بتكتر وان شاء الله الماتشات دي تطلع كويسه. وماتش لوكان بول وسيس رولينز اعتقد الماتش ده هيبقى كويس جدا بين الاثنين ان الاثنين عندهم اداء، فاتمنى الماتش ده يبقى حلو.
طبعا يا جماعه انتهى العرض على كده. في شويه حاجات ما قلتهاش زي مثلا بدايه العرض اللي بجد بقى من بيكي لينش، اعتقد محدش مهتم. والمين ايفنت كان مين ايفنت سيدات برضو بين بيكي لينش وبيلي وبيانكا. كان الكسبان من بيلي وبيانكا، من بيلي قصدي وبيكي لينش، كان هو اللي هيروح حد منهم للميشا تشامبر. وبحكم ان انا ما قلتش المين ايفنت فتيجي تقولي يص اللي حرقت عليها، اقول لك لا ما اتحرقش ولا حاجه. بيانكا بلير اللي كسبت في النهايه ومحدش منهم راح للميشا تشامبر، فما كانش لازم احكي الفقره دي. نخش في المهم بقى. سامي زين وكودي رودز. انا شايف ان سامي زين هيخش في الراس المانيا ضد رومان رينز باي شكل من الاشكال، انا ما اعرفش، بس هو هيخش على رومان رينز في الراس المانيا. اذا كان بقى سامي زين كسب الميشا تشامبر ولا لا، هو هيخش على رومان رينز تاني في راس المانيا. ده المفروض يحصل. واعتقد ان بسبب ردة فعل الجمهور النهارده، اعتقد واضحه وصريحه ان الاداره لما عملتش كده وخلتش سامي زين يخش على رومان رينز في الراس المانيا، احنا هنزعل جامد بجد. الموضوع هيبقى مقرف فشخ فشخ بمعنى كلمه فشخ. مع احترام لكودي رودز وانه محبوب وي سامي زين لازم ينهي قصته مع رومان رينز مش مع الاوسوس، ودي رغيت فيها بقالي شهر من ساعه الرويال رامبل وانا برغي فيها. سامي زين ينهي قصته مع رومان رينز مش مع الاوسوس. خلصنا من دي. بروك ليسنر بابي لاشلي، المواجهه دي تبقى كويسه ان شاء الله، مش زي مواجهه كراون جول ما فيهاش رغي صراحه نرغي فيه. اما بالنسبه لسيس رولينز وزاميز ولوجان بول، فانا اعتقد ان لوجان بول ضد سيس رولينز بنسبه 90% في الراس المية 39. زي ما قلت هو ده المهم في الحدث كله. خلصنا خلاص كده من العرض ماندي نايت رو. تقييمي لهذا العرض الجميل هو 7/10، ما اعتقدش اعلى من كده. قولي رايك في الكومنتات، هل فعلا بروك ليسنر بوبي لاشلي الماتش ده هيبقى كويس؟ وهل فعلا ايدج وبيث فينيكس ضد ريا ريبلي وفين بالور الماتش ده هيبقى كويس في الإليميشن تشامبر؟ وهل فعلا بقى سامي زين هيخش فعلا على رومان رينز على لقب من الالقاب في راس المية 39؟ وهل فعلا لوكان بول ضد سيس فريك رولينز في راس المية 39؟ اتمنى تشاركني في الكومنتات، مستني رايك. ما تنساش تعملي فول على الفيس وعلى التويتر، وما تنساش اللايك الجميل بتاع كاستا، وما تنساش تشترك في القناه انت مش مشترك وفعل زر الجرس عشان تشترك فيديوهاتي اول باول. اشوفك ان شاء الله بكره او بعد بكره بالكتير في تحليل عرض الإليميشن تشامبر او توقعات عرض الإليميشن تشامبر. سلام يا برو.